أهلا بكم. اليوم رحلتنا ستكون مختلفة قليلا. سنبتعد قليلا عن صخب حياتنا السريعة ونعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدا إلى أزقة المدينة المنورة القديمة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة. لنتخيل معا تلك البيوت البسيطة جدا المبنية من الطين، حيث عاش شاب يدعى سالم بن رافع. في عرضنا اليوم لن نتحدث عن قائد عسكري أو تاجر ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، بل سنتتبع قصة هذا الشاب البسيط، لأن قصته تحمل في طياتها درسا عميقا جدا عن التحول الداخلي. حسنا، دعونا نعيش تفاصيل هذه الرحلة الملهمة مع سالم. سؤال يطرح نفسه بقوة عندما نتأمل هذه القصة: يا ترى هل يمكن لمجرد كلمة عابرة أن تغير مسار حياة إنسان بأكملها؟ نحن هنا لا نتحدث عن معجزات خارقة للطبيعة، بل عن لحظة إدراك بسيطة وربما مؤلمة جدا في نفس الوقت. قصة سالم تجعلنا نتساءل: كيف يمكن لاختباراتنا اليومية المعتادة وتلك الكلمات التي نسمعها في لحظات ضعفنا وانكسارنا أن تكون هي الشرارة التي تعيد تشكيل أرواحنا وتضعنا على مسار لم نكن لنتخيله أبدا؟ لنتخيل كيف كانت حياة سالم. واقعيا هو لم يكن يملك شيئا تقريبا. كان يعيش مع أمه العجوز في بيت صغير سقفه من جريد النخل وأرضه مفروشة بحصير بال. كل صباح كان يحمل قفة من التمر على كتفه ويتجه إلى سوق المدينة المزدحم يبحث عن قروش قليلة تبقيه هو وأمه على قيد الحياة. كان ينظر حوله، يرى كبار التجار بثيابهم الأنيقة وتجارتهم الواسعة، ويتساءل في صمت وحسرة: متى يأتي الفرج؟ هذا الثقل اليومي والمستمر للفقر هو ما مهد الطريق لاختبار صعب جدا. وفي مثل هذه الظروف من الطبيعي أن يبدأ الصراع الداخلي. من جهة نجد سالم يبرر لنفسه تحت وطأة الحاجة واليأس ويقول: الجميع في السوق يفعلون ذلك وأنا إنسان محتاج. هذا الصوت الداخلي المبرر للإخطاء نعرفه جميعا، لكن في المقابل نجد صوتا آخر، وهو المبدأ الأخلاقي الصلب لأمه العجوز التي كانت تردد: الفقير لا يسقط عند الله إن كان صادقا. هذه المقارنة بين تبرير العقل عندما تشتد عليه الحاجة وبين البوصلة الأخلاقية النقية هي في الحقيقة جوهر الصراع البشري. الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت تعقيدا. جاء عام قاس جدا، أمطار غزيرة غير معتادة أدت إلى تلف الكثير من المحاصيل، فشح التمر في السوق وارتفعت الأسعار بشكل جنوني. تحت هذا الضغط الخارجي الهائل واليأس الداخلي اتخذ سالم قرارا خاطئا. خرج إلى السوق في ذلك اليوم ومعه تمر جيد لكنه قليل، فما كان منه إلا أن خلطه بتمر يابس ورديء وخبأه في أسفل القفة ليضمن بيع الكمية كلها. لقد استسلم لفتنة السوق معتقدا أن فقره الشديد يبرر هذه الحيلة. وهنا نصل إلى لحظة الانكسار. في وسط زحام السوق وجد سالم مشتريا أعجبه التمر المنضود في أعلى القفة، وتم الاتفاق على السعر. في تلك اللحظة شعر سالم بانتصار سريع ومؤقت، لكن وبينما كان المشتري يمد يده ليأخذ القفة، مر بجانبهم أحد صحابة رسول الله. توقفت أنفاس سالم تماما عندما مد هذا الصحابي يده ببساطة وبدأ يقلب التمر، لينكشف فورا التمر الرديء المخبأ في الأسفل. تخيلوا مدى قسوة لحظة الترقب هذه. المدهش هنا هو رد فعل الصحابي. لم يصرخ، لم يفضحه أمام الناس، ولم يوبخه بقسوة، بل نظر إليه نظرة هادئة مليئة بالأسف الصادق، وقال له جملة واحدة: يا أخي، إن الصدق أبرك للبيع من كل حيلة. غياب الغضب والصراخ في هذا الموقف هو بالذات ما جعل شعور سالم بالخجل والعار يمزق قلبه. احمر وجهه بشدة، وأعاد المال للمشتري فورا، وانسحب من السوق مسرعا وعيناه في الأرض، يحمل ألما شديدا ورعبا من أن تعلم أمه بما فعل. وعندما عاد إلى بيته منكسرا ومنهارا، جلس عند قدمي أمه واعترف لها بكل شيء. وهنا تتجلى حكمة الأمومة الصادقة. لم تزد من ألمه بالتوبيخ، بل وضعت يدها الحنونة على رأسه وقالت بكلمات تكتب بماء الذهب: الحمد لله الذي فضح الخطأ قبل أن يطبع على القلب. يا بني، الذنب إذا أوجع صاحبه كان بداية الشفاء. احتضنت انكساره بحكمة بالغة، وأوضحت له أن هذا الوجع والندم الذي يعتصر قلبه هو في الواقع أول خطوة في طريق الشفاء الروحي الحقيقي. بعد تلك الليلة الطويلة والممتلئة بالأرق والصراع بين قسوة الفقر وصحوة الضمير، نهض سالم في صباح اليوم التالي وعزم على أمر واحد: البحث عن السكينة.
اتجه بخطوات ثقيلة ومترددة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبحث عن مخرج، عن أي بصيص نور يريح قلبه المتعب والمثقل بالذنب. وفي المسجد كانت نقطة التحول الحقيقية. جلس سالم واستمع للنبي وهو يتحدث عن نور الصدق والبركة التي تحل في اليد الأمينة. كان يشعر وكأن كل كلمة تقال موجهة لقلبه المجروح خصيصا. لم يكتفي بالاستماع والتأثر فقط، بل تحرك وسأل أحد الصحابة: كيف أكفر عن خطيئتي؟ فجاءته النصيحة العملية والمباشرة: ابدأ من اليوم بالصدق ولو خسرت درهما، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه كانت خارطة الطريق التي قرر سالم أن يتمسك بها مهما كلفه الأمر. بالفعل عاد بائعون الشاب إلى السوق، لكن بقلب مختلف تماما. وقف ورفع صوته بشفافية ووضوح أمام الجميع: هذا تمر جيد، وهذا تمر دون ذلك، ولكل نوع ثمنه. بالطبع لم يسلم من سخرية بعض التجار الذين همسوا بأنه سيموت فقيرا إذا استمر بهذه الطريقة الساذجة في التجارة. صحيح أنه باع في ذلك اليوم كمية أقل وربح قروشا معدودة، لكن الغريب أن قلبه كان يخفق بخفة وطمأنينة لم يعهدها من قبل. لقد اشترى راحته بالصدق. مرت الأيام وبدأ السوق يعتاد على هذا الشاب الفريد بصدقه، لكن كما هي الحياة، الاختبار الأكبر كان لا يزال بانتظاره. في أحد الأيام وبينما كان يلملم أشياءه ليغلق مكانه في السوق، التقطت عيناه شيئا على الأرض: سرة من الدراهم. التقطها فإذا بها ثقيلة جدا، مبلغ ضخم يكفيه هو وأمه لشهور وربما أكثر. نظر يمينا ويسارا، لا أحد في الجوار. الفقر يهمس في أذنه من جهة، والأمانة التي عاهد نفسه عليها تنظر إليه من جهة أخرى. هذا كان الاختبار الحقيقي. قراره كان حاسما. اكتشف المال فجلس مكانه ينتظر، وبدأ ينادي على صاحبه في انتظار شاق وطويل. استمر هكذا حتى اقترب الغروب، وهنا ظهرت امرأة عجوز تركض في السوق خائفة، يتصبب منها العرق، تسأل بلهفة عن مال أضاعته، مال كان مخصصا لإطعام مجموعة من الأيتام. بهدوء طلب منها سالم أن تصف السرة، فلما وصفتها بدقة متناهية شعر بارتياح عظيم، وأعاد إليها المال في نفس اللحظة دون أن يرمش له جفن. لقد نجح واجتاز الاختبار الصعب. العجوز من شدة صدمتها وفرحتها انهمرت في البكاء، ورفعت إيديها المرتجفتين إلى السماء ودعت له بهذا الدعاء العظيم: اللهم اجعل له من ضيقه فرجا، ومن فقره غنى بك، ومن وحدته أنسا بطاعتك. تخيلوا معي كيف وقعت هذه الكلمات الصادقة والمبللة بالدموع على قلب سالم في تلك اللحظة. لقد ارتوت روحه بها كما ترتوي الأرض العطشة بالمطر. أدرك حينها يقينا أن ثروة الدعاء الصادق لا يمكن أن تقدر بثمن أبدا. وما حدث بعد ذلك كان بمثابة الاستجابة الربانية السريعة لدعاء تلك المرأة ولصدق سالم العظيم. سمعته الطيبة كشاب لا يكذب ولا يغش، وأمانته النادرة في السوق لم تمر مرور الكرام أبدا، بل لفتت انتباه واحد من كبار التجار وأكثرهم نفوذا في المدينة المنورة. هذا التاجر الكبير اقترب من سالم وعرض عليه فرصة لم يكن ليحلم بها يوما، أن يدير بضائعه وأمواله في السوق. والمذهل أنه لم يطلب منه أي ضمانات مالية، بل قال له صراحة: ما وجدت أصدق منك حديثا. وبذلك اتسع رزق سالم وانتهت أيام الجوع. لكن الشيء الأجمل والأكثر قيمة من المال بالنسبة لسالم كان ذلك الشعور العميق والمريح بأن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته وعوضه خيرا كبيرا نتيجة أمانته وصدقه. ورغم كل هذا النجاح والوفرة، بقي قلب سالم متصلا بتلك الغرفة الصغيرة وبحكمة أمه التي لم تتغير. وفي أيامها الأخيرة وقبل أن تفارق الحياة، لخصت له أمه تجربة الحياة كلها في هذه العبارة العظيمة: لو تركت لك الدنيا كلها ثم خسرت دينك لكنت أفقر الناس، ولو لم تملك إلا قوت يومك ومعك صدق وتقوى فأنت من أغنى الخلق. نقشت هذه الكلمات في وجدانه المعنى الحقيقي والأبدي للثروة. بعد رحيل أمه مر سالم بفترة من الحزن العميق، لكنه لم ينطوي على نفسه، بل حول هذا الحزن إلى عطاء وطاقة لا تنضب. أصبح ركيزة من ركائز مجتمعه، ينفق بسخاء على الفقراء ويكفل الأيتام كما كفلته دعوة العجوز يوما. لقد أدرك تماما أن الغنى الحقيقي ليس في تكديس الأموال، بل في طمأنينة القلب.
ومجرد رؤيته في السوق كل يوم كانت درسا حيا يمشي على قدمين بين الناس. وفي مساء أحد الأيام الهادئة وكأن الدائرة تكتمل، كان سالم الذي أصبح الآن رجلا ناضجا وحكيما يتأمل حركة الناس في السوق، وفجأة التقطت عيناه مشهدا مألوفا جدا أوقفه في مكانه. فتى صغير تبدو عليه علامات الفقر والخوف، يحاول بيع التمر وقد دس التمر الرديء في أسفل قفته. في هذه اللحظة رأى سالم نفسه قبل سنوات طويلة في عيني هذا الصبي، ورأى كيف أن التاريخ والظروف تعيد إنتاج نفس الأخطاء. سالم لم يعنف الصبي ولم يفضحه، بل اقترب منه بكل رحمة، تماما كما فعل معه ذلك الصحابي الجليل يوما ما، وبدأ يوجهه وينقل له خلاصة تجربتي في خطوات عملية بسيطة. قال له: أولا، أظهر الجودة الحقيقية لبضاعتك ولا تخف. ثانيا، ارضى بالربح حلال حتى وإن كان قليلا جدا، لأن البركة تكمن فيه. وثالثا والأهم، اجعل خوفك من الله دائما أكبر بكثير من خوفك من الفقر. في هذه اللحظة تحول سالم من إنسان نجا بنفسه إلى مرشد يضيء الطريق في عتمة الآخرين. وهنا نصل إلى نهاية عرضنا، ونقف أمام هذا التساؤل العميق الذي تتركه لنا قصة بائع التمر. في ظل التحديات والضغوط التي نمر بها جميعا، هل سنستسلم لوهم المكسب السريع الذي يورثنا القلق وضيق الصدر؟ أم أننا سنختار الثروة الحقيقية والدائمة المتمثلة في طمأنينة القلب الصادق؟ قصة سالم بن رافع تذكرنا دائما بأن المال قد يملأ الجيوب لفترة، لكن الصدق وحده هو من يعمر القلوب للأبد. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه القصة الملهمة، ونلقاكم في استعراض قادم.